أنا كنت رايحة للدكتور النهاردة عشان حسيت إن نظري ضعف شوية وطول الطريق للعيادة، وأنا حاسة إني ناسية حاجة بس مش عارفة إيه بالظبط. ولما رحت العيادة الدكتور في الأول بيشاور على حروف صغيرة وبيسألني الفتحة ناحية اليمين ولا الشمال، والدكتور لما بدأ يسألني أنا جاوبت كله صح، لدرجة إنه قال لي يا بنتي ما أنت شايفة كويس من قبل ما أكشف عليكي، إيه لازمته الكشف بقى؟ وساعتها افتكرت أنا كنت ناسية إيه. لقيت الدكتور حط إيده على دماغه وقال لي أنت جاية تكشفي نظر وأنت لابسة عدسات؟ حسيت فجأة إن الدكتور عايز يقول لي قومي اطلعي بره يا غبية. تاني موقف، عيب تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وأنا راجع من الشغل النهاردة وداخل الشارع بتاعي لقيت لمة كلاب كتير واقفين في نص الشارع، وأنا أصلا مش بحب الكلاب ولازم أقول كده عشان كرامتي مش هتسمح أبقى في السن ده وأقول إني بخاف منها. المهم لمحت طفل عايز يعدي من الشارع بس خايف من الكلاب، رحت بكل ثقة وأنا بضحك وبقول له شكلك كده خايف من الكلاب، تعالى معايا ما تخافش. ولفينا أنا وهو من الشارع التاني بدل ما ألف لوحدي.